أصدقائي، أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة مريومة للتريكو والكروشيه. النهاردة هنتعلم نعمل غرزة تريكو جديدة، غرزة فرع الشجرة. هي غرزة سهلة وبسيطة، بتتكون من 12 سطر. هي عبارة عن رقم 12 زائد 4، يعني بنعمل مضاعفات الرقم 12، وفي آخر ما احنا بناخد العدد بتاعنا بنزود عليه 4 غرز. هنبتدي مع بعض الغرزة نشتغلها سطر بسطر، وياريت الغرزة تعجبكم، وياريت اقدر اوصل لكم الغرزة بطريقة سهلة ومبسطة. حبايبي، هنبتدي غرزتين من تحت، وبعدين هنبتدي نلف الفتلة قدامنا كده، ونعمل غرزتين مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين من فوق بالشكل ده كده، وبعدين غرزتين من تحت يعني عدل، ولفة، غرزة عدل، لفة، 5 غرز عدل، 1 2 3 4 5، 2 فوق مع بعض كده، غرزتين في غرزة واحدة، ونبتدي تاني حبايبي بقى من اول من اول 2 فوق مع بعض غرزتين كده، وبعدين 2 تحت، ادي 1 2، لفة، 1 تحت، لفة، 5 تحت، 2 3 4 5، وبعدين غرزتين مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين، وبعدين ننتهي بغرزتين عدل زي ما ابتدينا بغرزتين عدل. السطر التاني حبايبي هيبقى كله مقلوب، الغرز بتاعته كلها من فوق، والسطور الزوجية كلها هتبقى نفس الطريقة، هتبقى كلها من فوق بنفس الطريقة دي كده. السطر التالت حبايبي هنبتدي بغرزتين الحافة اللي هما الغرزتين العدلين، وبعدين 2 غرزتين مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين، وبعدين غرزة عدلة من تحت، ولفة، 3 غرز عدلين، 1 2 3، ولفة، و4 غرز عدل من تحت، 1 2 3 4، وبعدين غرزتين مع بعض مقلوبين في غرزة واحدة، ونبتدي بقى الوحدة التانية نفس الحكاية، غرزتين مع بعض مقلوبين، وبعدين غرزة عدلة، لفة، 3 غرز عدل، 1 2 3، لفة، 4 غرز عدلين، 2 3 4، وبعدين غرزتين مع بعض مقلوبين في غرزة واحدة، وبعدين الغرزتين بتوع الحافة اللي هما عدلين. السطر الزوجي اللي هو بقى هيبقى السطر الرابع هيبقى كله مقلوب يعني من فوق كده،
السطر الخامس غرزتين عدلين اللي هما الحافة، غرزتين مع بعض مقلوبين في غرزة واحدة كده، وبعدين هنعمل لفة عدلة وخمس غرز عدلين، 1 2 3 4 5، وبعدين لفة و3 غرز عدلين، 1 2 3، وغرزتين مع بعض كده في غرزة واحدة مقلوبين، ونبتدي الوحدة التانية نفس الحكاية بغرزتين مع بعض مقلوبين، وبعدين هنعمل لفة 5 غرز عدلة، 1 2 3 4 5، لفة 3 غرز عدلين، 2 3، غرزتين مع بعض غرزة واحدة مقلوبين، وبعدين غرزتين عدلين اللي هما بتوع الحف. هنعمل السطر السادس ده من السطور الزوجية وهيبقى كله مقلوب. السطر السابع حبايبي هعمل غرزتين بتوع الحافة 2 عدل، وبعدين هعمل غرزتين مع بعض مقلوبين بالشكل ده كده في غرزة واحدة، وبعدين هعمل 5 غرز عدلين، 1 2 3 4 5، لفة واحدة عدلة غرزة، لفة غرزتين عدل، 2 فوق مع بعض في غرزة واحدة، وابتدي تاني الوحدة التانية من أول غرزتين مع بعض مقلوبين من فوق، وبعدين 5 غرز عدلين، 1 2 3 4 5، لفة غرزة عدلة، لفة 2 عدلين من تحت، 2 فوق مع بعض في غرزة واحدة، وبعدين غرزتين الحواف اللي هما في الآخر. هعمل السطر الثامن ده من السطور الزوجية وهيبقى كله من فوق. بس يا حبايبي هعمل غرزتين الحافة العدلين، 2 فوق معا، غرزتين مع بعض غرزة واحدة، 4 غرز عدلين من تحت، 1 2 3 4، لفة 3 غرز عدلين، 1 2 3، لفة غرزة عدلة، غرزتين مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين، ونبتدي الوحدة التانية بغرزتين مع بعض مقلوبين، بعدين 4 غرز عدلين، 1 2 3
4 لفة، 3 غرز عدل، 1 2 3 لفة، غرزة عدلة، غرزتين مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين، وبعدين الغرزتين العدلين بتوع نهاية الشغل. السطر العاشر هيبقى كله من فوق. حداشر هعمل الغرزتين بتوع الحافة، غرزتين عدل، 2 مع بعض في غرزة واحدة من فوق، 3 غرز من تحت عدلين، 1 2 3 لفة، 5 غرز عدلين، 1 2 3 4 5 في لفة و2 فوق مع بعض. اللفة دي بقى هتبقى لفة مقلوبة بالشكل ده كده لفوق، علشان هعمل الغرزتين اللي بعديها مقلوبين، هتبقى كده. وبعدين غرزتين تاني مع بعض، غرزة واحدة مقلوبين، دي الوحدة التانية، وبعدين 3 غرز عدل، 3 مش 4، ادي 1 2 3، وبعدين لفة و5 غرز عدلين من تحت، 1 2 3 4 5، وبعدين لفة، وقلنا اللفة دي هتبقى مقلوبة بالشكل ده كده، وبعدين غرزتين مع بعض في غرزة واحدة مقلوبين، وبعدين غرزتين الحافة اللي هما غرزتين عدل. حبايبي بقى السطر الخلفي اللي هو ال12 هيبقى كله مقلوب، يعني الغرز بتاعته هتبقى كلها من فوق بالشكل ده، زي ما احنا زي ما احنا بنشتغل. انتهت الغرزة، هي من 12 سطر. هنبتدي بعد كده بقى نبتدي من اول السطر الاول مرة تانية وهكذا، وهتبقى شكلها اهو بالشكل ده كده، وزي ما احنا شايفين اهي بالشكل ده كده برضو هتبقى نفس الشكل ده. غرزة سهلة وبسيطة وبتدي شكل جميل خالص زي ما احنا شايفين اهيت اهي. ما تنسوش بقى اللي عجبه الفيديو يعمل لايك، ولو حب حد يشترك معانا يدوس على كلمة اشتراك اللي هي باللون الأحمر، ويفعل الجرس عشان يوصله كل فيديو جديد احنا بنعمله. شكرا لكم حبايبي ولمتابعتكم، وربنا معاكم.